صباح الخير على الحلوين، يلا بينا باقي التفريزات، يلا بينا روتين. بس الأول نقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه وسلم. يا صباح الفل والورد والياسمين على أحلى وأجمل إخوات في الدنيا، حبايب قلبي. يوم جديد وفيديو جديد وروتين جديد وتفريزات جديدة لشهر رمضان الكريم مع بعض. ربنا يجعله يا رب شهر الخير والقبول والغفران إن شاء الله على الأمة الإسلامية والعربية أجمعين. بس الاول كده خلينا متفقين كل حاجة هشتغل بيها النهاردة تكون مغسولة ومصفية كويس وشايلاها من امبارح لحد النهاردة الصبح. يعني انا جبت الحاجات بتاعتي دي امبارح والنهاردة الصبح اشتغلت بيها طبعا بعد ما غسلتها كويس ونشفتها على فوطة التنشيف. وبعد كده شلتها زي ما انتوا شايفين كده. يعني كل حاجة معانا مغسولة ونضيفة وناشفة عشان الحاجة بتاعتنا تكون بنستخدمها كده على نظافة. طب يا نهى، مش هتقولي لنا الاول انت بتعملي ايه او هتفرزي ايه النهارده؟ احنا مش يعني الموضوع مش باين معانا. لا يا حبيبه قلبي، كل حاجه باينه معاكي. هنعمل النهارده ليمون معصفر. هنعمله بطريقتين اتنين، طريقه تاكلي منه خلال اسبوع وطريقه ممكن تشيليه لشهر رمضان الكريم باذن الله. تمام كده تمام كده. اول حاجه انا جبت الليمون بتاعي، يكون الليمونه بتاعتي كبيره شويه والقشره بتاعتها تخينه، ما تجيبيش القشره الناعمه، هاتي القشره التخينه. تمام كده. هتغسليها وتنشفيها وتسيبيها لتاني يوم زي ما انا عملت كده بالظبط. والليمونه اللي تحسي ان هي لينه من طرف زي ما انت شفتي معايا كده هتشيليها على جنب. تمام كده. وبعد كده كنت جايبه معايا جزر افرزه وفي نفس الوقت كمان اشتغل بيه على الليمون المعصفر بتاعي. وكمان عندي الفلفل حامي بارد بقى، اي حاجه، فلفل اخضر فلفل احمر، بس يستحسن يكون فلفل احمر بيديله طعم ونكهه ولون حلو قوي. لو ما عندكيش الا فلفل اخضر خلاص اشتغلي بيه عادي، حطي فلفل احمر على فلفل اخضر برضو اشتغلي بيه عادي. تمام كده تمام كده. قبل بقى ما اعمل الليمون بتاعي كنت جايبه الحله بتاعتي وحطاها على النار علشان خاطر تغلي بيه الميه بتاعتي. انا عايزه حله ميه تكون مغليه. الكميه اللي معاكي قد ايه يا نهى؟ انا معايا ده حوالي 3 كيلو من الليمون. زي ما قلت لكم ليمون حبايته كبيره وقشرته تخينه من بره. تمام كده. همسك بقى الليمونه بتاعتي اشقها 4 أو 2 زي ما انت عايزه، ده حسب راحتك انتي، بس هي علشان تكون مالية بالحشوة بتاعك خليها 4. تمام كده. لو الليمونة كبيرة كمان خليها 4. تمام كده تمام كده. بعد كده هجيب الجزر بتاعي امسكه بقى اقشره وابشر منه حبة محترمين عشان هنحشي بيه الليمون بتاعنا النهاردة. بعد كده بقى جيت اشوف الفلفل بتاعي، طبعا مطلعاه الصبح من الفريزر فكان مجمد شوية فسبته حطيته في الميكروويف حوالي نص دقيقة. وبعد كده اروح اشوف الليمون بتاعي. طبعا انا نزلت بالليمون بتاعي اول ما المية غليت. بعد الليمون يعني بعد ما بنزل الليمون في قلب المية احسب له 10 دقايق بالظبط. ده لو هتاكليه في نفس الاسبوع، يعني اسبوع واحد وتفتحي عليه. لو مش هتاكليه في نفس الاسبوع هقولك برضو تعملي ايه. 10 دقايق الليمون بتاعك يغلي في قلب المية عشان تحصلي على نتيجة ويكون معاكي الليمون بتاعك كده يكون مستوي ويكون قشرته طريت ويكون عامل زي الزبدة معاكي كده. تمام كده تمام كده. بس طول ما انت واقفة بقى طبعا بتديله تقليبة من فوق ومن تحت كده عشان الليمون بتاعك ايه كله يبقى واخد نفس السوا. تمام كده يا حلوين. تمام كده. نيجي بقى على الخلطة بتاعتنا. اول حاجة كده انا فكيت زي ما قلت لكم الفلفل بتاعي الاخضر او الفلفل اللي احنا كنا عاملينه قبل كده في الميكروويف سنة بسيطة. بعد كده حسيت اللون بتاعي هيكون مخضر قوي وانا عايزة الليمون بتاعي يكون لونه احمر كده زي اللي بنشتريه من بره. كان عندي فلفل بقى في قلب الفريزر، رحت فلفل احمر. طبعا انا ما بستغناش عنه، لازم ولابد يكون عندي برطمان او 2 شايلهم في قلب الفريزر استخدمهم بقى في خلطة محشي، في اي حاجة ممكن تحتاجي فيها فلفل احمر. بحب الفلفل الاحمر حامي بارد بقى اللي موجود في السوق، بجيبه واضربه في الكبه بتاعتي واشيله في قلب الفريزر. مش بيجراله اي حاجه من غير اي اضافات، من غير بقى ملح ولا زيت ولا اي حاجه، زي ما هو كده بالظبط. عايزه تخليه مفرفر معاكي ما يكونش ماسك ممكن تحطي له حبه ملح وانت بتضربيه في قلب الكبه. تمام كده تمام كده. نرجع بقى للحشوه بتاعتنا. الحشوه بتاعتنا عباره عن ايه؟ بشرنا 3 4 جزرات يكونوا كبار كده حلوين. بعد ما قشرناهم طبعا هنبشرهم بالمبشره، وكمان فلفل احمر او فلفل اخضر المتاح عندك او على حسب براحتك انتي. وبعد كده هنجيب شويه من حبه البركه حوالي ب2 جنيه، وحبه من
العصفر ده برضو حسب الرغبة، هنجيب حوالي ب5 جنيه. وبعد كده طبعا هنحط كمية الملح بتاعتنا، هنحط حوالي 4 معالق كبار من الملح، وكمان هنحط حوالي ربع كوباية من الزيت على الخلطة بتاعتنا ونقلبها كويس جدا. قولي الخلطة تاني يا نهى: جزر مبشور، فلفل احمر، ملح، عصفر، حبة البركة. كل ده بكميات على قد الكمية اللي موجودة عندك. يعني انا عملت حوالي 3 كيلو من الليمون اللي موجود عندي. البرطمان بتاعي كان عايز كيلو كمان، يعني كان عايز حوالي 3 كيلو ونص او 4 كيلو من الليمون، بس ايه حصل خير وهشتغل بالتلاتة كيلو اللي موجودين عندي. هجيب بقى البرطمان بتاعي، طبعا انا معقماه من قبليها برضو بيوم، عارفه ان انا هشتغل تاني يوم الصبح على طول. معقماه، حاطه فيه شويه غاليه شويه ميه في الكتل، وحاطه فيه الميه فيه، وطبعا صفيتها وسيبته ينشف لتاني يوم الصبح. وقبل ما استخدمه برضو بنشفه كويس جدا، عشان مش عايزه اي فطريات تكون موجوده معايا في قلب البرطمان بتاعك. نظافه البرطمان هي اللي بتحكم عليكي ريحه وطعم ونفس الليمون بتاعك او المخلل بتاعك عموما. المهم بقى سيبنا الليمون بتاعنا طبعا برد خالص تماما، وبعد كده هنبدأ بقى ايه نشتغل في الليمون. شفت بقى التقطيعة اللي انت مقطعاها علامة فيه او علامة زائد، او اللي انت عاملاها 4 دي، هنحشيها بقى بالليمون. هنحط بس في الأرضية حبة، انا نسيت هنا احط في الأرضية حبة خلطة من اللي احنا عاملينها دي. وبعد كده هبدأ بقى احشي الليمونة بتاعتي بكمية مناسبة من الخلطة بتاعتنا. هكمل بقى كل الكمية بنفس الطريقة. حسيتي ان الخلطة بتاعتك عادبة ولا يهمك، يعني بعد ما خلصتي كده حسيتي ان الخلطة بتاعتي عادبة، وهوريكم دلوقتي حسيت منين. المهم بقى لو لسه ما حطيتليش اللايك، انزلي حطي اللايك واعملي شير للفيديو عشان كله يستفيد من الفيديو النهارده. وكمان اكتبي لي كومنت حلو مني كده، وقولي لي انت بتتابعيني منين او من اي بلد بتتابعيني، عشان ابقى عارفه متابعيني الحلوين من انهي بلد حابيني وبيحبوا وجودي. تمام كده يا حلوه، تمام كده. المهم بقى ان انا حشيت الكميه اللي معايا كلها، وبعد كده بقى ايه سبتها تبرد. لازم يعني سبت البرطمان بتاعي على جنب خالص، والخلطة بتاعتي على جنب خالص، لحد ما مية الليمون اللي معايا تكون بردت تماما. مش عايزاها سخنة خالص، ما تخليش المية بتاعتك سخنة. احشي الليمون بتاعك بعد ما بيبرد. الليمون بيبرد سهل جدا، عشان احنا كنا حاطينه في مصفى، وكل شويه كنت بقلبه في المصفى كده عشان يبرد خالص تماما. على ما الليمون بتاعنا بقى يبرد كده ونحشيه، وبعد كده نشتغل بقى على الميه بتاعته، لقيته سخنه، رحت سايباها خالص تبرد براحتها. وجبت بقى كميه الجزر اللي انا كنت مقشراها، وهبدا بقى ان انا اقطعها مكعبات صغيره كده، علشان خاطر البسله اللي احنا مفرزينها في الفيديو اللي فات. ايوه، ما كناش عملنا البسله بتاعتنا جزر. فانا كنت عامله حسابي ان انا اجيب جزر علشان خاطر البسله. انا عموما كنت بحط البسله مع الجزر في كيس واحد، بس يعني ايه الظروف ما سمحتليش ان انا اقدر اجيب البسله مع الجزر، وكمان الوقت كمان يعني ما سمحليش ان انا اعملهم الاتنين واحطهم في نفس الكيس. فمش مشكله خالص، هجيب بقى الجزر بتاعي اقطعه بالحجم المناسب ليا، وبعد كده هبدا اشيله في اكياس على قد برضو كميه البسله اللي موجوده معايا. تمام كده، تمام كده. نرجع بقى لليمون المخلل بتاعنا او الليمون المعصفر بتاعنا. طبعا المية بتاعتنا بردت، فهنجيب بقى بقية الخلطة اللي معانا ونحطها في المية. وجيت اقلب كده، ما حسيتش ان المية بتاعتي، يعني حسيت ان هو عادي، فدقتها على طرف لساني كده، حسيت ان هي عدبة سنة، فحطيت حوالي معلقة ونص من الملح، معلقة بتاعة الشاي. انا يعني عينيا عايرتها كده بمعلقة الشاي على السبيوتلا اللي معايا دي، بس انت تحطي حوالي معلقة او على حسب طبعا انت ما هتدوقي الخلطة بتاعتك او المية بتاعتك. وبعد كده هبدأ بقى انزل بالمية بتاعتي على البرطمان الليمون ده، في حالة يا جماعة ان انت هتاكليه في نفس الاسبوع. انا بقول تاني اهو، لو انت هتاكليه في نفس الاسبوع انت تعمليه واسبوع واحد، وهتاكلي الليمون المعصفر بتاعك ده خلال الاسبوع ده. تمام كده. واهم حاجة ان انت تحطي كمية مناسبة من المية، تكون مغطية الوش خالص، وتسيبي يا دوبك حوالي سنتي او 2 سنتي كده. نحط عليه حوالي ربع كوباية من الزيت. لازم الوش يتغطى يا جماعة بالزيت عشان ما يعفنش منك. وكمان
الليمون بتاعك ما يطفوش فوق ويكون طعمه عامل زي الزبدة كده وما يكونش عليه اي ريم من فوق. تمام كده، ده الليمون المعصفر بتاعنا اللي هناكله خلال الاسبوع ده. تمام كده، تمام كده. وده الجزر بتاعنا بتاع البسلة هنشيله طبعا في قلب الفريزر، ونسيب الليمون المعصفر بتاعنا الحلو ده 3 4 ايام كده، ونرجع له ونشوفه الدنيا فيها ايه. بعد 3 4 ايام زي ما قلت لكم، حاولي ان انتي كل ما يبقى معاكي فايض عن مصروف البيت حاجة وانتي نازلة السوق، هاتي حاجة وشيليها في قلب الفريزر. مش لازم تنزلي السوق وتجيبي كل حاجة في يوميها وتكركبي على نفسك الشغل في يوم واحد، وكمان تكركبي على نفسك معلش يعني الفلوس اليومين دول تحس ان هي ما فيهاش بركة كده، فبتطير في اي حاجة. وكمان الاسعار غالية جدا، فما تكركبيش فوق دماغك كل حاجة مرة واحدة. فكل ما تنزلي السوق كده هاتي حاجة معينة انت بتحبي تفرزيها او بتحبي تشيليها في قلب الفريزر، وهاتيها واستخدميها زي ما انا عملت كده بالظبط. الليمون المعصفر ده كان في الاسبوع اللي فات، فنزلت فيه الاسبوع ده وجبت الفلفل الاحمر بقى علشان لقيت البرطمان اللي عندي قرب يخلص، فلازم يكون عندي في الفريزر فلفل احمر او هريسة شطة زي ما هما بيقولوا. انا مش بطبخها ولا اي حاجة، انا يا دوبك بس بفرمها في قلب الكبة زي ما انتوا شايفينها كده. وبحب اجيب فلفل احمر وكمان عليه شطة عشان يكون ليه طعم. تمام كده، تمام كده يا عسل انت وهي. يلا بينا بقى نشوف هنعمل ايه في الفلفل الاحمر بتاعنا. هجيبه طبعا وزي ما انتوا شايفين كده بسيب بعض البذر من الفلفل الاحمر موجود معايا ينضرب معايا في قلب الكبة. ليه يا نهى؟ علشان خاطر ده يعتبر هو اللي بيدي الطعم والنكهة، ويفضل معاكي الطعم والنكهة لاخر معلقة هتاخدي منها الفلفل الاحمر ده. طبعا مش هسيبه كله علشان طبعا كله هيبقى بذر، لا انا بسيب مثلا بتاعت واحدة او اتنين، واحدة حراقة وواحدة عدبة تقريبا كده، او اتنين حراقين وواحدة عدبة عشان انا بحب الحاجة حراقة شوية. تمام كده. وهبدأ بقى طبعا الفلفل ده مغسول طبعا وبتنشف كويس جدا، ما ينفعش تضربيه وهو مبلول، هينزل منك مية كتير جدا وهيبهدلك الدنيا. تمام كده. بصفيه بقى، وتاني يوم زي ما انتوا شايفين كده بالظبط اروح جايبه بقى ايه الفلفل بتاعي والشطه بتاعتي الحمراء، واروح شايله منهم البذور خالص، واسيب زي ما قلت لكم واحده او اتنين في قلب الفلفل بتاعي ينضرب كده علشان خاطر يحافظ لي على الفلفل الاحمر بتاعي. وبعد كده اجيب الكبه الحلوه بتاعتي بقى كده واحط كميه فيها وابدا اضربها. طبعا لو مش عايزاه متماسك شويه حطي عليه شويه ملح، بس انا مش بحبه يعني ايه يكون عليه ملح، علشان طبعا ساعات بنسى وابقى عامله الاكله بتاعتي وناسي خالص ان انا حاطه في الفلفل بتاعي ملح، ممكن يحدق معايا الدنيا. فزي ما انتوا شايفين كده بضربه وخلاص وبشيله في قلب العلبه. تمام كده. ولا بحط له زيت بقى ولا بحط له اي حاجه خالص، واجي استخدمه يا دوبك بحطه على الرخامه جنبي كده لمده دقيقتين او 3، وبعد كده بقدر ان انا استخدمه بكل سهوله. طبعا انا كنت مفكره الكميه اللي معايا هتملى لي البرطمان بتاعه الايس كريم اللي انا عيناها دي كلها، بس حصل خير، ما مليش غير العلبه اللي انتوا شايفينها دي. هملاها بقى كده وزي ما انتوا شايفين، وهغطيها واشيلها في الفريزر على طول عشان يتجمد مني، ما ينزلش مني اي سوائل او اي ميه تبهدل لي الدنيا، واجي استخدمه احس ان هو كله ميه كده. فاهمين قصدي ايه؟ طبعا فاهمين، طبعا كلكم شاطرين وفاهمين. اما بقيه الفلفل اللي موجود معايا، طبعا جبت بقى الليمون المعصفر اللي هنعمله لشهر رمضان الكريم. تمام كده. خليكوا فاكرين في فرق ما بين الليمون المعصفر اللي هاكله في نفس الاسبوع والليمون المعصفر اللي هسيبه كمان شهر ونص ان انا ابدا استخدمه. تمام كده يا عسولة انت وهي. تمام كده. هجيب بقى الجزر بتاعي، ما جبتش جزر كتير، جبت حوالي بس كيلو من الجزر لان انا كنت مفرزة الجزر المرة اللي فاتت. تمام كده. يعني الفيديو ده معمول على اسبوعين اتنين، مرة في اول الاسبوع ومرة في اخر الاسبوع. تمام كده، تمام كده. هجيب بقى الجزر بتاعي طبعا بعد ما قشرته، وهبدأ ابشره بقى على كمية الفلفل الاحمر اللي انا سايباها كده، وهقلبهم مع بعض خالص واسيبهم بقى على جنب كده. طبعا انا كنت مشغلة حلة المية بتاعتي على النار، على ما تغلي اكون عملت الخلطة ومسكت الليمون بتاعي قطعته 4 2 زي ما انتي بتحبي، او زي ما انتي يعني بتحبي شكل الليمون المعصفر بتاعك عشان تخليه شكله زي بتاع بره
مرة بالظبط اعمليه 4. تمام كده، اعمليها علامة فيه يعني. تمام كده، تمام كده. هنحط بقى حبة البركة، وهنحط كمان ب5 جنيه عصفر، وهنحط طبعا ربع كوباية من الزيت. ربع كوباية من الزيت دي هي اللي بتحافظ لي على الليمون يا جماعة، ما يطلعش ريحة وما يكونش مزملق ولا يكون فيه اي حاجة. وطبعا هحط كمية الملح المناسبة طبعا. الناس اللي بتعرف يعني الحاجة بعينيها كده طبعا تشتغل. الناس بقى اللي مش بتعرف يعني حوالي اللي معايا دولت كمية اكبر، لان في البرطمان اللي فات حسيت ان هو عايز شوية ليمون كمان، فجبت المرة دي 4 كيلو من الليمون. خدت حبة حلوين كده يعني حوالي ربع كيلو حطيته، يعني استخدمه الاستخدام بتاع الاسبوع، وسبت الباقي زي ما انتوا شايفين كده استخدمه. حبايه الليمون الكبيره الناشفه اللي مفيش جواها ميه قوي، وفي نفس الوقت القشره بتاعتها تكون تخينه علشان تستحمل معايا ان هي تتغلي وان هي تتحدق معايا وتفضل لشهر رمضان الكريم. خلصنا الخلطه بتاعتنا وقطعنا كمان الليمون بتاعنا. هنبدا بقى ان احنا نروح للميه بتاعتنا كمان. كل ده والميه كانتش لسه غليت، فظيعة يا نهنتي. قلت بقى اوريكم الليمون المعصفر اللي احنا عملناه يعني ما بين الفيديو ده والتصوير ده حوالي 4 ايام بالظبط. تمام كده، تمام كده. جبت افتح بقى على الليمون المعصفر اللي موجود عندي، حسيت ان هو عايز كمان يومين كده، وزي ما انتوا شايفين حسيت ان هو كمان البرطمان مش يعني مش مليان، فحسيت ان هو عايز شوية زيت على الوش كده عشان خاطر حسيت ان الليمون بتاعي شرب الزيت، او إن الزيت بتاعي نزل في قلب البرطمان من تحت. فطبعا حطيت شوية زيت على الوش كده، وطبعا جيت ادوق لقيت طعمه زي العسل. ليمون معصفر، ليمون معصفر، بس هو ناقص له يومين 2 بس. هو بيقعد من 4 ايام او 5 ايام لاسبوع، يعني 7 ايام بالظبط، وتبدأي تاكلي منه بالطريقة اللي فاتت. اما الطريقة بقى بتاعت شهر رمضان، لو انت هتخزنيه من دلوقتي لحد شهر رمضان قدامك حوالي شهر ونص بالتقريب كده. تمام كده. هبدأ بقى المية بتاعتي تغلي. ساعة المية بتاعتي تغلي هنزل بالليمون وافضل اقلب في الليمون بتاعي من تحت لفوق لحد ما المية تغلي بيه غلوة واحدة بس، لانه هيقعد معايا في الملح فترة طويلة، فانا عايزاه يستحمل معايا الشهر ونص ده. طبعا الدنيا ساقعة، وما تخافيش على المخلل بتاعك ان انت تعمليه اليومين دول. اما لو عملتيه بقى في اول اسبوع من رمضان او قبل رمضان باسبوع، اعمليه بالطريقة الاولانية ان انت تسيبيه يغلي حوالي 10 دقايق. اما لو هتسيبيه رمضان فانت هتكليه غلوتين 2 بس على النار. مجرد ما يقلب معاكي بس يقلب مرة واحدة، والتانية هتروحي شايلاه. انا هنا كنت سايباه لكم خالص. شايفين المية بدأت بقى ايه تطلع البلالين بتاعتها كده، وتبدأ بقى ان هي تقلب معايا. طبعا عشان انا موجودة عندي وممكن يكفيني لحد رمضان، مش هخليه يغلي كتير. تمام كده. كل حاجة انا موضحاها معاكم في الفيديوهات عشان يعني كل حاجة تبقى واضحة معاكي. تستفيدي من ان انت تعمليه قبل رمضان باسبوع، وممكن تستفيدي ان انت تعمليه دلوقتي وتشيلين رمضان يكون خفف عليكي الموضوع شوية. تمام كده. هبدأ بقى ان انا تانيني اقلب فيه لحد ما ياخد الغلوتين بتوعه. في الاول الفيديو كنت قايله لكم لازم يغلي 10 دقايق، من 7 ل10 دقايق لازم يغلي. تحسبيه من اول غلوه، يعني مجرد ما يقلب تحسبي 10 دقايق بعديها عشان يطلع معاكي طري وزي الزبده. اما لو هتخزنيه زي ما انت شايفه كده يا دوبك بس بيقلب قلب. انتوا عارفين يعني ايه قلب؟ يعني غلي قوي بيه، وكمان غلي كمان مره، ورحت ايه طافيه على الليمون بتاع. شايفين البخار زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. هبدأ بقى اطلعه في الطبق او في مصفى واسيبه يبرد خالص، وبعد كده هنبدأ نشتغل فيه على طول. الليمون المعصفر من الحاجات اللي بتبقى حلوة جدا بقى، سواء في الصيف سواء في الشتاء، ومن المخللات اللي مش بتبوظ معاكي. علشان طبعا زي ما قلت لكم الليمون من الحاجات اللي بتستحمل. وكمان بالطريقة ديت عمرك ما هتعملي بأي طريقة تانية وهتدمنيه حرفيا. ادي البرطمان الاولاني زي ما انتوا شفتوا كده معايا. كان يعني حسيت ان هو زي ما قلت لكم ان هو محتاج يومين كمان، وابدا بقى ايه ان احنا ناكل فيه. تمام كده. هسيبه بقى ايه كمان يومين، وهرجع تاني اقول لكم رايي في الليمون المخلل. طبعا انا
يعني شغالة بالطريقة دي حوالي دلوقتي، دي تاني سنة اعمل فيها الليمون المعصفر يكون طعمه زي الزبدة زي ما انتوا شايفين كده. طبعا الليمون بتاعي كان برد، هبدأ بقى ان انا اعمل فيه ايه، ادخل فيه قلبي الحشوة اللي انتوا شفتوها معايا، اللي احنا عملناها في الاول، اللي هي إيه بقى، يا نوها الجزر والفلفل الاحمر وطبعا العصفر وحبة البركة والزيت والملح. هنا بقى حطيت حوالي 3 4 قرون من الشطة الخضراء كده في قلب البرطمان، علشان البرطمان الاولاني ما كانش حراق، فانا عايزاه حراق، فحطيت 3 4 قرون شطة كده في كل جنب كده، عشان يديني الحرقية بتاعة الليمون المعصفر. تمام كده. حابة ان هو يكون حراق وما عندكيش فلفل اخضر او شطة خضراء، حط شوية شطة حمراء مش هيجراله اي حاجة. وزي ما عملنا في البرطمان اللي فات، نفس الطريقة هنعمله في البرطمان ده، بس كتري هنا الخلطة شوية وما تخليش المية بتاعته كتير، يعني خلي هنا الحشو اكتر من البرطمان اللي فات. وهو طبعا بينزل الليمون الليمون وانت بتحطيه بينزل كمية من المية. وطبعا شايفين الفرق ما بين الفلفل الاحمر والفلفل الاخضر في البرطمان. واشوفكم في فيديو جديد وعلى خير.